فيديو النهارده عن الكرشه اللي انا ما كنتش بقدر اسمع اسمها او حتى اعدي من مكان هي فيه. عايزه اقول لكم بقيت بحبها وبقيت باكلها، بس بعد ما عملتها بالطريقه دي بقيت اعملها بالطريقه دي وبقت حلوه جدا. اول حاجه عندي بجيب الكرشه وبقطعها قطع، يعني يفضل تكون اكبر من المتوسطه بشويه، بلاش تتقطع صغير لان الكرشه بتكش بعد ما بتستوي، فعشان يبقى حجمها مناسب انا بحبها في الحجم ده. بعد كده هاخد كل كمية الكرشة اللي عندي وهديها غلوة في مية بتغلي كده على النار، يعني المية تغلي انزل الكرشة تاخد غلوة كمان مع المية، ارمي المية وبعد كده اروح احضر المحلول ده. جبت مية حطيت فيها ليمونة كبيرة وحطيت فيها جنزبيل مبشور وحطيت فيها ملح وحطيت فيها حوالي معلقتين دقيق، اقلبهم كلهم مع بعض. وبعد كده بعد ما الكرشة خدت فورة واحدة على النار ابتدي اصفيها من المية دي وانزلها في المحلول اللي انا عاملاه. الجنزبيل لو مفيش فريش حطوا ربع معلقه من البودر عادي جدا، بس الجنزبيل حلوه قوي قوي، ما بيخليش فيها اي زفره خالص. بدعكها كويس قوي كده حوالي نص ساعه وبعد كده بصفيها كويس جدا جدا من الميه، بغسلها واصفيها. هجيب طاسه على النار احط فيها معلقه من السمنه وانزل فيها بصل واحط عليها توم، والجزء التاني حطيته في الحله اللي جنبها فيها ميه بتغلي زي ما انتم شايفين كده. الطاسه رجعت تاني حطيت فيها كام فص مستكه وبعد كده نزلت الكرشه بتاعتي تتشوح. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا جدا جدا، لو عندكم فلفل اخضر وحابين تحطوه حطوه، سواء حراق او سواء رومي برضو بيبقى حلو جدا. حطيت عليها فلفل اسود وهتلاحظوا انها بتفقد ميتها، وبعد كده هبتدي اشوح فيها لغايه لما تتشرب ميتها تماما وتتحمر عندي. الناحيه التانية الحله بتكون الميه بتغلي فيها على النار، هاخد اصفي الكرشه من الطاسه اللي انا لسه مشوحاهم فيها وهرجع احطها في الحله، والمكونات بتاعه الحاجات اللي انا حطاها في الحله نزلتها لكم على الشاشه. بسيبها تستوي لغايه لما تكون 3/4 سوا، وبعد كده اروح في حله على النار احط فيها معلقه سمنه وبصل واحط الملح بتاعي وشويه فلفل علشان يخلي طعم البصل يبقى حلو، وابتدي اشوحهم كده. اول ما يبتدي يصفر شويه البصل انزل عليهم بمعلقه كبيره من الثوم، يعني حوالي 5 فصوص من الثوم، يا دوب ريحه الثوم تطلع ما يلحقش يتحمر او يعمل اي حاجه. انزل عليه بالطماطم بتاعتي، احط حوالي 5 حبات طماطم متوسطين. بعد كده اول ما تتسبك الطماطم اخد الكرشه بتاعتي اللي هي بقت 3/4 سوا من الشوربه وابتدي اضيفها على الطماطم اللي انا لسه مسبكاها حالا. عايزه اقول لكم اعتمدوا الطريقه دي حلوه جدا جدا، مش ممكن تشموا اي زفاره في الكرشه. ولما احب ازود ميه بزود من الشوربه بتاعتها. بس كده وابتدي اديهم تقليبه واخلي بقى الربع الاخير في السوا من الكرشه تستوي مع الصلصه بتاعتها. بس كده خلصت الكرشه وتقدروا تقدموها بألف هنا. عايزه اقول لكم الطريقه دي اعتمدوها لانها بجد بجد حلوه جدا جدا لكل عشاق الكرشه، واللي مش بيحبوها مش هقدر اقنعهم بصراحه، انما هي بجد بالطريقه دي حلوه قوي قوي، انا حبيتها. لو بتعملوا طرق تانية عايزاكم تجربوا في مره الطريقه دي لانها هتعجبكم قوي قوي وعلى ضمانتي. اشوفكم مره تانية، ولو لسه ما عملتوش فولو اعملوا فولو على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب، ويلا لايك وشير الفيديو ده. باي باي.